الاخوان السلام عليكم ورحمة الله. ربما كلكم شاهدتوا ذاك المشهد الحزين، ذاك المشهد المرعب، ذاك المشهد يعني المؤثر، وكان البطل ديالو وهو جوج ديال البنات مغربيات، والغريب والعجيب في الامر دايرين علامة النصر. علاش انتصروا زعما؟ المهم الاخوان بغيتكم تبقاو معايا في هذا الفيديو هذا، وبغيتكم تخلوا لي الراي ديالكم في هذا الشيء اللي غادي تسمعوه، حيت الغريب والعجيب في الامر ما يدين الناس ما عجبهمش ذاك المشهد. الناس قالوا هذا الشيء هذا ما خاصوش يكون، هو يعني في الواقع ما خاصوش يكون، ولكن في الحقيقه خاصو يكون. هذاك المشهد راه مشى اكثر من 1000 ديال الشباب. خيلوا معايا ذاك المشهد، راه كاين المراه اللي مزوجه وعندها الوليدات ديالها، امهات لاحوا هما الوليدات ديالهم، فضلوا البحر على يبقاو في هذا الوطن. اسم ديال الوطن، اي وطن هذا؟ اي وطن ملي تمشي للمستشفى يقولك ما كاينش العلاج؟ اي وطن هذا ملي تقراها تعيا ويعطوك ديبلوم تعلقوا في الحيط؟ اي وطن هذا ملي تمشي للاداره على شي حاجه يقول لك واش عندكش واحد في العائله هنا؟ اي وطن هذا ملي تمشي للمستشفى؟ وهذا الدليل، ها خونا احمد الوزاني اللي كان امام ديال المسجد هو اكثر من 12 سنه، هو كيتلاوح بين المستشفيات حتى وصلت به للدرجه حتى كينادي جلاله الملك، كيقول له يا جلاله الملك انا ما بقى عندي حتى شي واحد في هذا البلاد هذا الوطن الا انت والله سبحانه وتعالى. خليكم مع هذه اللقطه ديال خونا احمد، راه كاين اللي ما كيعرفوش، ونرجعوا لذاك المشهد اللي كان البطل ديالو هو جوج ديال البنات مغربيات. انا واحد السيد فقير ما عنديش، الله غالب، عندي بنيته عندها 11 عام كتبقى فيا كتعنقني وكتبكي ليا كتقول لي بابا بغيتك تشافى. كنزاول الامام، انا حافظ لكتاب الله، انا امام. هذيك الساعه ما كانت لا تغطيه صحيه لا والو، مشيت عند المندوب باش يصغبوا لي تغطيه صحيه، قال لك لا خصك تكون شاد المسجد. انا ما عنديش دابا باش نشد المسجد. انا سميتني احمد برقوقي احمد ثوار بني مالك، قيادة مصمودة دائرة وزان، عملات إقليم وزان. كناشد خوتي المحسنين وكناشد ذوي القلوب الرحيمة. أنا صبت واحد المرض، وهذا المرض غادي صعيب بزاف. 12 عام المرض كنعاني في صمت، عمري ما خرجت للتواصل الاجتماعي، ودابا راه دابا ليا الحال وخرج للتواصل الاجتماعي. وكناشد سيدنا الله يكثر خيره، الله يرحم الوالدين، الله يجزاه. ها هو الاخوان، هذا خونا احمد، هذا هو اللي كان امام ديال المسجد، ها هو ملي مرض هذا هو حال البسيط. وهذا الشيء علاش دوك جوج البنات داروا ديك العلامات ديال النصر؟ علاش انتصروا؟ اشنو اللي داروا بالسلامه؟ حيت مشاو من البحر وقطعوا عليه؟ لا لا لا، هذيك الحركه عندها ابعاد. هذيك حلل ارى ما عندك وفهم يفهم. شوفوا الوالدين ديالهم، حلوا عينين في الوالدين ديالهم ملي كيمشيو للمستشفى كيوقع لهم ما وقع لهذا خونا احمد الوزاني. هذا قالوا لي ما كاينش العلاج عندك في المغرب نهائيا. هادشي علاش كيوجه نداء لجلاله الملك الله وعسى يوصل الصوت ديالو باش يتعالج في المستشفى اللي تابع لجلاله الملك، المستشفى العسكري. قالوا لي ولا خصك تعالج على برا، وعنده بركه دير 25,000 ريال بالريال. شكون اللي غادي يشري عليه؟ عنده المراه هي اللي خدامه عليه، غير في الفلاح. عنده بنيه عندها 11 سنه مازال كتقرا. هادشي علاش دوك الشابات ودوك 1000 ديال الشباب اللي غادروا ارض الوطن تلاحوا في البحر، فضلوا البحر، قالوا اللهم البحر ولا هذا الوطن اللي كنتحقروا فيه، اللي كنتهانوا فيه، اللي ما عندناش فيه العلاج، اللي ما كنداواوش فيه، اللي ما كنخدموش فيه. شوف الغريب والعجيب الامر الجديد في القضيه ديال هاد ما يدينش شي جمعيات قالوا هادشي ما خاصوش يكون، هادشي لا يعقل، وهادشي لا يمكن، وهادشي. كتشوفوا هاد الجمعيات وما كيهضروش على الانسان اللي مريض قدام المستشفيات، وما كيهضروش على انسان اللي فضل الله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات.
مليوحين قدام المستشفيات كنلقاهم في الزناقي كياكلوا من الزبل. واحد البلاد اللي فيها ملاعب فخمه، واحد البلاد اللي قالك باغا تنظم كاس العالم، واحد البلاد. ولكن ها الشباب، ها الحقيقه، ها الواقع. سمحوا في الوطن، سمحوا في كلشي. غادي لواحد البلاد ملي كتمشي تعالج ما كتلقاش لي سيكيورتي عند الباب، كتلقى الاطباء كيدخلوك كيعالجوك. غادي لواحد البلاد ملي كتمشي انت كمريض كيشوفوك كأنت مريض، كيشوفوك جيت تجيب. مشاو هربوا من واحد البلاد ماشي لازالين علامات النصر، مشاو من واحد البلاد بنادم كيتباع وكيتشرى بحال البهايم. مشاو من واحد البلاد ملي كيجي عندك المرشح كيقول لك غندير وغادي ندير، وغير كتنتخب عليه ما كتشوفوش 5 ديال السنوات. ولا مشيتي عندو شي نهار وتلاقيتي معاه صدفه يقول لك ما عقلش عليك شكون انت بالسلامه، ومن حقه. هذه العلامه ديال ناصر العجدر. مشاو من واحد البلاد ملي كتمشي لشي اداره ولا خاصك شي حق من الحقوق ديالك كيقول لك واش عندك شي واحد في العائله في الدوله كتعرفو. مشاو من واحد البلاد اللي مازال فيها باك صاحبي. مشاو من واحد البلاد ملي كيجي وقت الانتخابات اللي كينجح كيقول انا نجحت. ماشي نجحنا، نجح حيت هو اللي نجح في المهمه ديالو، حيت هو اللي نجح غيدير الفيلا، حيت هو اللي نجح غيدير الكاتكات. ماشي نجحتي انت اللي صوتي عليه. انت خاسر، انت من الخاسرين، هو اللي من الناجحين. الحقيقه انا هكا داير خوكم عبد السيار، هكا بغيوني ولا ما تبغيونيش. انا كلمات الحق نقولها وغنبقى نقول الحق حتى نموت، وهذه هي الحقيقه. وسي الاخر للشمس لا كدوتيني ودرقها بالغربال. هذه هي الحقيقه وهذا هو الواقع. اخوان، بلا ما تنتقدوا دوك الشابات وبلا ما تنتقدوا دوك 1000 ديال الشباب، وراه منهم امهات لاحوا في البحر بالوليدات ديالهم، وراه كاينين ضحايا. هادشي ما غاديش تشوفوه على التلفازه، تمشي تشوفوه في المواقع. المهم قبل ما نخرج من هذا الفيديو، انا السؤال مطروح هذا موجه هاد الدوله، دوله امير المؤمنين. اش من نهار، اش من وقت ما نبقاوش نشوفوا الشباب يسمحوا في الوطن ديالهم ويقول لك نمشي لاوروبا. علاش زعما غادي لاوروبا؟ واش كاين شي حاجه ما احلى من العسل؟ الا كان شي حاجه احلى من العسل قولوها لنا، خلوها لنا في التعليق. هو ميساج لذوك المسؤولين وميساج دوك اللي كيقول لك انا اللي نجحت. ماشي حنا نجحنا، هادو المرشحين دابا للانتخابات، حيت ملي كينجح كيقول لك نجح فلان، نجح فلان، حيت هو اللي نجح في المهمه ديالو، حيت هو اللي نجا غيدير الصرف، حيت هو اللي نجا غيدير الفيلا. نوجه له واحد الميساج. مش عارف شنو هي كلمه المعنى ديال المسؤول، عرفتيهاش؟ سول عليه وبحث عليها. شنو كتقول لك كلمه مسؤول؟ هو عيش ما شئت وافعل ما شئت واسخر على من شئت، ولكن ما تنساش. السلام عليكم ورحمه الله.